كل من تولى منصب شيخ الأزهر من أول الإمام الخراشي حتى الشيخ الطيب مصريين، باستثناء الإمامين السادس عشر والتاسع وثلاثين. فالشيخ السادس عشر هو حسن بن محمد العطار من أصل مغربي، ولد بالقاهرة ووصف بأنه قطب الفضلاء وتاج النبلاء. وعقب مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر غادر القاهرة إلى أسيوط، وبعدها سافر إلى مكة والقدس ودمشق. ومع رحيل الحملة الفرنسية عاد إلى القاهرة، وعهد إليه الوالي بإنشاء جريدة الوقائع المصرية. وطالب الشيخ بإدخال العلوم الحديثة مثل الفلسفة والجغرافيا والعلوم الطبيعية إلى الدراسة في الأزهر. أما الشيخ التاسع والثلاثين هو محمد الخضر حسين، ولد بتونس وينحدر من أصول جزائرية. حفظ القرآن في سن صغير، والتحق بجامع الزيتونة، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر. عمل محرراً بقسم الأدب بدار الكتب في مصر، وتولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر، وشارك في ثورة يوليو عام 1952، وأجمع قادتها على تولي الشيخ الخضر مشيخة الأزهر. وفي عام 54 قدم استقالة، وساهم في تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية، منها جمعية الشبان المسلمين وجمعية تعاون جاليات أفريقيا الشمالية. كنت معكم